تعالوا نعمل مع بعض بقى دجاج فورستيت او كنتاكي في البيت، بس بطريقه بجد ان شاء الله يعجبكم. جربوه بس كده ان شاء الله هتدعولي على الطريقه دي. هي مش طريقتي، يعني مش انا اللي عاملاها، مش مخترعاها يعني، بس اتمنى اكون وصلتها لكم بطريقه حلوه جدا زي ما بعملها، بتطلع بجد حلوه جدا. بصوا بقى، اول حاجه طبعا جيبي اللي انت عايزاه. عايزه بقى دبابيس، عايزه صفح، اسمها صفح تقريبا، الجزء اللي فوق الدبوس ده، بقيه الورك يعني. عايزه اجيب صدور فرخه كامله، ايا كان. انا جبت الدبابيس وحبيت اعمل فيها الحركه دي، وبجد فرقت كتير. يعني دايما بعملها بتبقى الدبابيس مقفوله او فرخه كامله او صدور، بس المره دي حبيت، شفت دي الطريقه دي شفتها على النت وكده، بس مش متذكره بصراحه كان فيديو مين صاحب الفيديو. بس قلت اجربها، بس بجد طلعت احلى كمان، بقى يعني قرمشه اكتر والطعم اغنى وكل حاجه. بعد ما قطعناها بقى بالطريقه دي، تعالوا بقى نعمل مع بعض محلول النقع الرهيب. معلقتين خل طبعا زي شايفين، زي ما انتم شايفين كده، حوالي لتر ونص ميه، لترين ميه، معلقتين خل كبار، وعصير ليمونه كبيره، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقه كبيره ملح. ودوبي ده كله في الميه طبعا عادي يعني بدرجه حراره الغرفه، لا هي سخنه ولا بارده. وحطي فيها الفراخ ساعتين بالظبط، ارانك عمرك ما تشوفي فيها لا زفاره. واللحم كمان هتلاقيه دايب كده وجوسي وجميل ويستوي بسهوله جدا وبسرعه. مش ممكن تلاقي فيها دم ولا زفاره ولا دم، وهتستوي معاكي في ربع ساعه تلت ساعه اقصى حاجه. بعد ساعتين بالظبط، شايفين الميه بقى شكلها عامل ازاي، وشايفين الفراخ من جوه بقت بيضه ونضيفه خالص ازاي، والعظم نضيف خالص. نغسلها بقى كويس وننشفها كده، او يعني نصفيها كويس من الميه، ونجيب بقى كيس شنطه حاجه نظيفه كده، وطبعا مش مخرومه، تكون يعني يفضل مش مستخدمه زي ده. وهنحط بقى مع بعض معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره شطه، وعليهم كوبايه ميه عادي كده بدرجه حراره الغرفه، بس كده بس كده. حطي بقى فيها الفراخ، واقفلي الشنطه دي حوالي يعني ساعه، اقل حاجه ساعه. انا بعملها ساعه بس على فكره بتطلع خطيره. ممكن تعمليها ساعه ساعتين، عايزه تبيتيها من بالليل براحتك. انا بعملها في الغالب ساعه ساعتين مش اكتر من كده. واقفلها بقى كويس، ويعني ايه نص ساعه كده اروح قلبها على الناحيه التانية، هي كده اروح قلبها على وشها، وهكذا بفضل اقلب فيها كده كل ما افتكرها يعني، كل نص ساعه تلت ساعه، لحد ما ايه، عشان يعني تبقى مختلطه كويس ومتشربه التتبيله كويس. هتقولي بقى كده هتستوي ازاي؟ هتستوي يا نية؟ لا نديها مش عارفه في الفرن، لا مفيش الكلام ده. وبصي عمرها ما تبقى مش مستويه، ده هتبقى اللحم طري جدا ودايب. اهم حاجه امشي على الخطوات بالظبط. بعد كده هتجيبي بقى الدقيق، انا عندي طبق كده واسع زي ما انتم شايفين، في حوالي نص كيلو دقيق، وطبق ميه ساقعه، يا ريت لو فيها تلج، بس ما عنديش بصراحه، كانت هي ما ساقعه وبتقضي الغرض يعني، ما حسيتش اختلاف قوي يعني ما بيكون فيها تلج. هي بتبقى حلوه حتى ميه ساقعه او ميه فيها تلج ما تفرقش قوي. وانا بعد ما حطيتها في الدقيق الاول وغلفتها حلو جدا، نفضها كويس قوي من الدقيق، ونرجعها ونحطها بقى في طبق الميه، ونرجع نرجعها للدقيق. وتفضلي بقى قلبي من تحت لفوق زي ما انت شايفه بالظبط، هي دي التقليبه الصح. تفضلي كانك بتشيلي كده بالدقيق، بتشيلي الفراخ والدقيق مع بعض في ايدك كده، وتقلبيهم تاني، وترجعي من تحت ومن لحد ومن فوق وهكذا. هتلاقي بقى يعمل لك اللي عارفه اللي هي مش عارفه اسمها ايه بصراحه، بس هي القراميش اللي بتطلع بره الفراخ دي، هتلاقيها كترت معاكي كده. انا عملت اهو، قلت اعمل بقى قطعه تالته عشان احطهم مع بعض كده يتقلوا مع بعض في حله. انا بفضل اقلي في حله عشان ايه، وفي زيت غزير. بس يعني اطمني مش هتشرب الزيت وتخلص لك، لا هتحطي كتير، بس بعد كده صفيه بقى واعملي بيه رز، اعملي بيه محشي طبيخ، يبقى تحفه على فكره. وزي ما انتم شايفين قلت اوريكم الثلاث قطع وانا بعملهم عشان يبان معاكي الخطوات كويس. بصي هي دي التقليبه الصح، وقلت اوريكم بقى من قريب كده. بصوا بقى تبين القراميش ازاي. يلا بقى مع بعض، الزيت نسخنه كويس الاول، وبعد كده ننفض الفراخ كويس قوي من الدقيق، ما يبقاش فيها بقايا من الدقيق، ونحطها في الزيت. وكمان ملحوظه، انا هقول لكم برده طريقه التسويه بالظبط، مش مجرد ان احنا بنقلي في الزيت وخلاص وهتطلع مستويه حلو، لازم تلتزمي بالخطوات دي. يعني فكرة ان انتي لا مغطية الحلة، لا مش مغطياها، لا مورباها، هي دي اللي بتفرق معاكي في التسوية. هما مش بيسووا في حلة، بيسووا في حلة ضغط. انا عندي حلة الضغط، بس التسوية في الحلة دي متاحة للكل، كل الناس عندها حل عادي. بصوا بقى، حطيتوا الفراخ بتاعتنا، حطيناها في الزيت وكده. والنار بتاعتي متوسطة، مش عالية. ما تحطيش النار عالية، وتبقى متوسطة، مش واطية جدا جدا ولا عالية، لا متوسطة. والزيت سخن الاول قبل ما نحطها. بعد كده بقى عندك، لو عندك غطا زي بتاعي، الغطا بتاعي ده بيسمح بخروج البخار، عشان هو فيه خرم معمول فيه فتحه تطلع البخار.
لو انت ما عندكيش حله فيها بتسمح بخروج البخار زي كده، فتحه زي دي، يبقى لازم توربي الغطا، توربيه مش تشيليه خالص، توربيه جزء بسيط، عشان لو البخار ده ما خرجش هيخلي الفراخ مش مقرمشه، هتبقى طريه ومش مش مقرمشه حلو، اول ما تطلعها تلاقيها طريه كده ومش حلو. وفي نفس الوقت لو شلتي الغطا خالص عشان البخار يطلع هتاخد لون بسرعه، هتلون بسرعه. فلازم نسمح بخروج البخار من غير ما نشيل الغطا خالص، فتبقى متعرضه للهواء وتتحمر بسرعه، تاخد لون تكون ما استوتش من جوه، هتلاقيها في 5 دقايق اتحمرت ويجي اصلا ما استوتش. لكن بالطريقه دي بتفضل تلت ساعه كده، يعني من 20 دقيقه ل 25 دقيقه لحد ما تستوي. انا بقى هنا كنت المفروض اوريكم النتيجه بقى، والنور لسه موجود يعني، وفعلا اوريدي انا كنت صورت جزء وشايفين اهو في منهم دبوس متاكل منه، وصورت بقى الفيديو. جالي اتصال وانا بصور برنامج، يعني ايه يعني لما بيجيلي اتصال فصل الفيديو ما اتحفظش اصلا. فبعدين بقى لما جيت ابدا اصور تاني كان النور قطع بقى، فصورت في الضلمه، يعني قلت هوريكم النتيجه في الضلمه، واتمنى انها تكون باينه، يعني اعتقد انها يعني لحد ما باينه. بس قلت يعني كل الفيديو ده مصوراه في الاخر مش هصور، فقلت لا يعني ما بدهاش بقى، هصور برضو يعني، وربنا يسهل ان شاء الله وتبقى واضح يعني. سامعين بقى القرمشه؟ سامعين؟ بجد حلوه جدا. وطبعا مقارنة بان انت تشتري البورسيت ده من بره، لا هيبقى اغلى بكتير، تكلفة هتبقى اغلى بكتير، فهو توفير. وبصوا انا بوريكم كمان العظم ازاي نضيف، ولا فيه دم ولا اي حاجة خالص، واللحم نفسه وانتوا لو تاخدوا بالكم انا بوريكم حتى وانا بقطعه بيطلع كده دايب خالص. كل ده بسبب محلول النقع اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين؟ يعني ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، تعجبكم ان شاء الله جدا، والف هنا مقدما على قلوبكم جميعا يا رب. حبايبي متنسوش اللايك. يلا سلام.